يا صباح الخير عليكم، يسعد صباحكم بكل خير يا رب. من غير رغي كتير هنعمل غدوة النهاردة حلوة جدا، اقتصادية جدا، وهتعجب ولادك انا متأكدة بإذن الله. يلا تعالي شوفي هنعمل ايه بسرعة، وشوفي الفيديو مليان افكار كتير. اوعي تشوفي لقطة وتطلعي بره، خليكي معايا لاخر الفيديو هتشوفي كل لقطات حلوة. يلا تعالي نبدأ شغل. خلينا نبتدي من الأول. دي قطعة صدر فرخة 300 جرام، وينفع تشتغلي الوصفة دي بالوراك برضو. أنا مجمداها في الفريزر عشان عايزة أقولك إنك ينفع تعمليها من غير الكيتشن قدامك أهو. بس أنا عملتها بالمبشرة عشان تعرفي إن الوصفة تصلح كلها بالمبشرة. بشرتها اهو لانها متجمده في الفريزر، شايفه البشر بتاعها سهل ولذيذ وسريع. وكمان قطعه ليا هبشرها معاها. اي قطعه دهون عندك، ولو عندك دهون مفرومه حطيها مفيش مشكله، يعني مش لازم تبقي بشرها بالمبشره. بس انا لقيت الحاجات دي في التلاجة عندي، فقلت اجمعها على بعض واعمل بيها غدا النهارده. يبقى حته صدر فرخه 300 جرام، حته ليا 50 جرام او حته دهون 50 جرام. هبشر ده كله او هفرمه بالمفرمة او هضربه في الكيتشن، وهجمعه كله في الطبق. ونركز بقى في الاضافات اللي احنا هنحطها عليه في الطبق، لان الاضافات دي مهمة جدا، هي اللي هتديني الطعم الحلو اللي انا عايزاه. نزلتهم في الطبق بتاعي اهو. حطيت عليهم معلقة ملح كبيرة، نص معلقة صغيرة فلفل ارناؤوطي او بنسميه بابريكا، نص معلقة حبهان، معلقة توم مفروم، معلقة بهارات. لو ما عندكيش بهارات حطي باكو مرقة فورية، بصلاية مفرية وفلفل حامي مفري وفلفل رومي مفري. خلاص. ودي ربع حزمة كزبرة مفرية، واللي مبيحبش الكزبرة ممكن يبدلها بالبقدونس، ومعلقتين نشا. والحاجة المهمة جدا بطاطساية. احنا حاطين 300 جرام صدور فراخ، البطاطساية ما تزيدش عن 150 جرام، يعني لو 100 جرام يبقى كويس. مسلوقة كويس جدا، بشرتها برضو بالمبشرة وحطيتها عليها. هنعجن كل الخليط ده، هيديني خلطة كفتة بجد تحفة. عايزة تضيفي اي منكهات بتحبيها حطي، عايزة تحطي مستردة او سنة كاتشب برضو براحتك حطي. هنصبعها كده، بس اهم حاجة نصبعها على سياخ عشان تكون مفتوحة من الداخل، لان زي ما اتفقنا الصهد لما بيدخل من الداخل بيسوي لي قلب الكفتة. كمان هنقدمها بطريقة تانية النهاردة، ممكن نعمل منها وحدات برجر وتتقلي بانيه بالبيض والبقسماط، كانت حلوة جدا. وكمان في طريقة تانية هقدمها بيها، ممكن لو عندك قطعة طرب، او لو ما عندكيش خلاص مش مشكلة، بس انا لقيت في التلاجة برضو قطعة طرب، فرحت عاملة صوابع طرب منها، كانت بجد تحفة جدا جدا. يبقى انا صبعت منها كفتة عادية، وصبعت منها برجر ويتعمل بالبيض والبقسماط، وعملت منها طرب. يبقى فاضل بعد ما نخلص كل ده نشوف هنسوي ازاي. اخترتلك طريقة تسوية سهلة ولذيذة جدا، ممكن تسويها في الفرن على طول، ترصي الطرب معاها كلها في قلب الفرن وهي تاخد وتدي مع نفسها. مش عايزة تشغلي الفرن، هنحط حوالي فنجان زيت بسيط جدا في الطاسة. بصي بقية الحتت اللي طالعة من الطرب التخينة دي او رقيقة، حتت باقية حطيتها في الطاسة اهي، لحد ما الدهون بتاعها نزلت، وبدأت اسوي فيها. خلاص. يبقى انا عملت كذا حاجة، ممكن مش شرط انت تعملي كل الحاجات دي، ممكن تعملي صوابع كفتة بس وتسويها، ومش شرط ان يكون عندك دهون، ممكن تسوي في زيت وزبدة مع بعض او زيت بس. يعني كل واحد بيمشي البيت على حسب الامكانيات اللي موجودة عنده. انا سيحت حتتين الدهون كده، ويا سلام بقى عليهم بعد ما ساحوا كده، الواحد ياخدهم في لقمة صغيرة وعليهم رشة ملح وفلفل اسمر، انسي بقى اي حاجة. وعلى فكرة الدهون دي صحية جدا للجسم، محدش يقول لي كوليسترول والقصة دي. مرة كده في الاسبوع، مرة كل 15 يوم، صحية جدا، بتدي طاقة وبتدي يعني في فيتامينات كتير لازم بتدوب في الدهون، فاحنا بنديها الفرصة دي انها تدوب في الدهون. رصيت كله زي ما انت شايفة في الطاسة، بس لو خدتي بالك احنا ما رصيتهمش كلهم مرة واحدة، كل ما جزء يسخن انزل بالتاني عشان ما تفكش منك في الطاسة. نزلت بيها كلها اهي، وهبدأ ان انا اقلبها على الوش التاني.
سهلة سريعة، ما بتاخدش 5 دقايق تسوية. وطبعا زي ما انتي شايفة انا مش هشكر فيها، شكلها حلو وطعمها وريحتها حلوين جدا. اهم حاجة تظبطي التتبيلة بتاعتها وتظبطي ملحها. طيب عملتي جنبيها مكرونة سباجيتي اهلا وسهلا، عملتي جنبيها رز ابيض اهلا وسهلا، جبتي فينو او عيش بلدي وعملتي سندوتشات اهلا وسهلا. عندنا رز بايت في التلاجة ممكن نسخنه. انا لقيت عندي رز بسمتي في التلاجة عاملاه قبليها بيوم، رحت مطلعاه مدخلاه الميكرويف سخن، وبدأت ان انا اقدم بقى. اللي عايز ساندوتش برجر اهلا وسهلا، اللي عايز ساندوتش عيش بلدي برضو اهلا وسهلا، اللي عايز ياكل برز بمكرونه. يعني انا جبت ساندوتشات كايزر اهي، حطيت فيها كاتشب وحطيت مايونيز، والمايونيز عندي عاملاه في التلاجة، سهل وسريع جدا جدا. يعني ما بياخدش دقيقتين لو انا هعمله يعني دلوقتي، لانه بقى غالي جدا، غير ان احنا مقاطعين ال مقاطعين كاتشب ومايونيز والحاجات دي كلها، فبحاول اعملها على قد ما اقدر. والطماطم حاليا بقت برضو سعرها حلو، انا جايباها النهارده ب5 جنيه والله. فيعني القصة سهلة خالص. الحمد لله، ربنا يا رب يفرجها على كل سلعة بتغلى، ربنا يا رب يرخي كده الاسعار ويوسع ارزاقكم باذن الله. عايزه تحطي بصل، عايزه تحطي طماطم، عايزه تحطي كابوتشا، حطي اللي يعجبك، خيار مخلل اللي انت عايزاه. ادي الرز اللي كان عندي اهو. اكتفيت بس ان انا عملت النهارده فراخ وسندوتشات كفتة فراخ، وعندي الرز بدأت ان انا سخنته في الميكروويف. اصل حرام يبقى عندي رز بسمتي كده في التلاجة يعني ارميه، حرام، هو بيت امبارح بس. فعملت شوية سلطة دقس جنبه وخلصت القصة اهي. عندك ليمون مخلل بقى، عندك موسم اللفت موجود اهو. اي حاجة جنب الطبق ده والدنيا هتمشي معاكي 100 فل و14. طبق شكله حلو جدا، بس ناقصه كده ان احنا نرش عليه رشة بقدونس خفيفة بتكسر الالوان الصفرة دي كلها، او ممكن تعملي مكعبات فلفل صغير. في النهاية بتمنى أكون قدرت أقدم لك وصفة اقتصادية بتناسب احتياجاتك. ريحتها حلوة قوي وعايزة أقفل عشان أدوقها. طبعا تقدري تقدميها بدل الرز مكرونة، بدل الرز البسمتي رز أبيض براحتك خالص، أو رز أصفر كمان مصري عادي يعني. المهم ان احنا ازاي قدرنا من حته صدر فرخه 300 جرام نعمل وجبه تكفي الكل، ونقدمها بطريقه تناسب اللي ما بيحبش السندوتشات، اللي بيحبش الرز، اللي بيحبش المكرونه، فاحنا عملناها تناسب الكل. يلا، بتمنى ان شاء الله تكون الوصفه عجبتك، وبتمنى تجربيها وتسيبي لي رايك في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بعتقد ان الفيديو عجبك، وان شاء الله هتسيبي لي لايك وهتسيبي لي كومنت كمان برايك في الوصفه بتاعت النهارده. يلا، السلام عليكم.